السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة على السريع كده. يعني بخصوص بقى ايه، ان انا فجأة كده بعد يعني النهاردة بعد الامتحانات، يعني ما كانش امتحان من الاخر كده. انا ما امتحنتش النهاردة بصراحة. دلوقتي مش عارفة الساعة كام، ثانية كده اشوف الساعة دلوقتي 10 الا ربع. 10 الا ربع بالليل وانا لسه ما امتحنتش. رحنا المدرسة وقالوا لنا هتمتحنوا الساعة 9. الساعة جت 9 ما امتحناش. الساعة جت 10 وبرضه ما امتحناش. جت الساعة 11 مش عارفة او 10 ونص، فراحوا جم لفوا علينا: اقفلوا التابلت بتاعكم كلكم عشان السيستم واقع لا وعشان في ضغط كبير جدا على الشبكة. فرحنا قفلنا، اقفلوا 10 دقايق وافتحوه تاني. قفلنا وفتحنا، ما برضو ما لقيناش مثلا ان حد دخل قال لنا خدوا الكود او افتحوا الامتحان. قعدنا اليوم كامل 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 من غير اي فايده، قاعدين بس في المدرسه كلنا كده قاعدين منتظرين لحظه ان هم يقولوا لنا يلا افتحوا امتحاناتكم. مفيش امتحانات اتفتحت. سمعنا ان في محافظات تانية امتحنت، عرفنا ان في محافظات تانية امتحنت، بس بصراحه مش عارفه محافظات ايه. بس احنا عن نفسنا العمليه كلها ما امتحنتش. وغير كده جالي في التعليقات ان في ناس ما امتحنتش، بس مش عارفه دول محافظه ايه بصراحه. قالوا لنا بعد بقى ما خلصنا خلاص اليوم الدراسي خلص ومفيش امتحانات، قالوا لنا روحوا قدامكم لحد الساعه 9 بالليل الامتحان تحاولوا تفتحوه. حاولنا، انا بصراحه حاولت افتحه، ما فتحش معايا خالص 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 انا واصحابي. ولقيت كمان بس في بنتين صحابي لقيت فتح معاهم وامتحنوا. مش عارفه ليه اشمعنى هم، بصراحه مش عارفه فتح معاهم وما فتحش معانا. سألتهم على مستوى الامتحان وعامل ازاي وامتحان والاسئله. قالوا الاسئله مش حلوه، يعني قالوا الاسئله صعبه. بس انا لحد دلوقتي ما شفتش مستوى الامتحان. بس اللي احنا دلوقتي عارفينه ان هو امتحان تجريبي وقراءه متحرره ونصوص متحرره وحاجات زي كده. ودي حاجه ما تقلقكمش يا جماعه خالص، والناس اللي ما امتحنتش ما تقلقوش ما تخافوش ابدا. وغير كده انا بصراحه سمعت اشاعه، مش عارفه دي اشاعه ولا دي حاجه حقيقيه. قالوا ان امتحان شهر مارس اللي احنا فيه دوت امتحان قال اتلغى. قال الامتحانات اتلغت بتاعه الشهر دوت. انا دلوقتي ما بقتش عارفه اقعد اراجع للعربي عشان اذاكره عشان امتحنه الساعه 11. قالوا كل شويه يمدوا في المده، كل شويه يقولوا هتمتحنوا بالليل، هتمتحنوا الساعه 10، هتمتحنوا الساعه 9، هتمتحنوا الساعه 11. مش عارفه ايه نهايه الموضوع دوت. آه عمالين يمدوا في المدة وبرضه مش فاهمين حاجة. انا هو التابلت معايا والله العظيم اكتر من 3 4 ساعات بحاول ان انا افتحه وهو ما بيفتحش ابدا ابدا. يعني انا بحاول ان انا افتح، يعني في حاجة اسمها اسم المستخدم او اليوزر نيم والباسورد، وبعدين بيوزعوا كود كده بينزل على الفيسبوك وعلى المواقع كلها. الكود دوت اللي هو نخش بيه بيقول المراقب هيديهولك. ب... فانا دخلت عليه. بدخل عليه والله حاولت كتير جدا 30 40 مرة برضو ما فتحش. وبيحصل كمان مع بنات صحابي برضو. احنا قعدنا جربنا كلنا، قعدنا نجرب ونشوف المشكلة حصلت في ايه. 2 بس مننا فتح معاهم الامتحان والباقي ما فتحش معانا الامتحان. عمالين يمدوا في المدة يقولوا هيفتح امتى امتى. انا دلوقتي مستنية. الساعة دلوقتي خلاص داخلة على 10 وبرضو ما فتحش معايا. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، ما تقلقوش، يعني ما تقلقوش ليه، لان مش احنا لوحدنا بس ما فتحش معانا، ده محافظات تانية كتير ومدارس تانية كتير ما فتحش معاهم. والوزير هو اللي هيتولى المسؤوليه دي، رغم ان فعلا في ستريس جامد. يعني احنا طلب علينا ضغط جامد جدا وفي قلق جامد. بس اللي يطمن اكتر ان الوزير هو عارف كل حاجه اكيد، هو اللي يتولى المسؤولية الحاجات اللي هو عاملها لنا ديت. المنظومة مش وحشة، المنظومة حلوة، بس لحد دلوقتي ما تنفذتش صح. ولحد دلوقتي احنا مش فاهمين حاجة، احنا مش فاهمين دوت هنعمل بيه ايه. لحد دلوقتي مش فاهمة خالص. ونحاول ونفتح مش عارفه ايه برضو ما فيش حاجة راضية تفتح. قالوا لنا بعد الساعة 9 هتفتحوها، هتلاقوا الامتحان على موقع الوزارة بس من غير اي تقييمات. فتحت بعد الساعة 9 على موقع الوزارة، مفيش اي حاجة على موقع الوزارة. جم بعد كده سألت فراحوا قالوا لنا خلاص مدة الامتحان لحد الساعة 11، يعني قدامكم لحد الساعة 11 والامتحان خلاص برضو هينزل على موقع الوزارة. انا دلوقتي مستنية ناقص ساعة واحدة بس. المهم دلوقتي ان كلها اشاعات في اشاعات في اشاعات. تمام. فربنا يا رب يعني يسترها علينا كده،
احنا في فيران التجارب، والمنظومة خلاص تعتبر نجحت بقى، يعني هي خلاص اتنفذت، فما فيش مفر منها. فربنا يسترها، وان شاء الله لو عرفت اي معلومات جديده او عرفت اي حاجه جديده. بس انا عملت الفيديو دوت لان انا ناس ياما قوي قعدت تسالني ندى امتحنت ولا لا، يا ندى انا رحت وحصل كذا كذا فانا عملت الفيديو ده بجد عشان اطمنكم واقول لكم ان انا كمان ما امتحنتش، وان مش انتوا بس، يعني في محافظات تانية ومدارس كتير 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 ما امتحنتش. وفي طلبة التابلت بتاعهم في صيانة، وطلبة الشريحة بتاعتهم مش شغالة، وطلبة التابلت بتاعهم مش معاهم اصلا خالص. يعني الموضوع الدنيا بايظة خالص بصراحة، الدنيا بايظة خالص خالص خالص. بس يعني احنا هنعمل ايه؟ لانه مادام يعني احنا خلاص دلوقتي مع الوزير، يعني اي حاجة غلط احنا تحت رعايته بقى. مش عارفة. المهم ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جاي، في الفيديو الجاي. ولو في اي اسئلة اسألوها لي تحت في التعليقات، وهحاول اعرف اي معلومات، اي معلومات، وان شاء الله ابلغكم فيها بالمعلومات ديت في فيديو ان شاء الله. باي.